السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن مباراة تعتبر ديربي من ديربيات الدوري التونسي ما بين الصفاقسي التونسي والترجي التونسي. بتكلم برضه عشان عشاق وجماهير نادي الزمالك تبقى متابعة برضه الترجي اللي الزمالك هيلاعبها ذهاب وعودة في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. الصفاقسي طبعا مباراة على أرضه في المركز الخامس، عنده 7 نقاط وليه 4 أهداف وعليه 6 أهداف. أما الترجي التونسي ففي المركز الثاني عنده 14 نقطة و11 هدف وعليه 4 أهداف. طبعا الترجي جاي من فوز مهم جدا على أرضه في رادس على النجم الساحلي 2-0. أما الصفاقسي التونسي فجاي من تعادل بره أرضه مع اتحاد التطوير 1-1. المباراة إن شاء الله تبقى في الأسبوع الثامن يوم الأربعاء 18/1. إن شاء الله المباراة تقام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة، وفي كلام اللي هي ممكن تبقى الساعة 6 بس لغاية دلوقتي هي الساعة 3. طبعا هي منقولة على الكاس 2. الكاس 2 دي تبع قطر. هي واخدة حق الدوري القطري كله. متوقع تبقى مباراة جامدة أوي. الصفاقسي عاوز يقرب من التأهل 7 نقط تحت الترجي، طبعا 14 الثاني، بعدين النجم الساحلي الاتنين متقربين من 4 وقريبين من بعض. فالصفاقسي عاوز يقرب، فهتبقى مباراة شيقة برضو، والجماهير الزمالك برضو تحاول تبقى داسة في فريق الترجي قبل ما يقابلوا نادي الزمالك. وده كل ما في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.